هذه قصة ديال واحد السلسلة الرعب انالوج اورر اللي هي جديدة كنسميوها كلارنس تيبس، اشرطة كلارنس ومستوحاة من الكرتون المعروف كلارنس. القصة كتبدا بواحد المشهد ديال كلارنس وفيه جرح كبير في كرشو، من بعد ما كيبداو يبانو شي ملاحظات مكتوبين غالبا كتبهم كلارنس نيت، كيحكي فيهم باللي هو وصحابو جيف وسومو كيلعبوا في الغابة، وفجأة بداو كيسمعوا واحد الصوت ديال البوق مجهد ومريب جاي من السما. هذا الصوت هو إشارة لنهاية العالم، وهذا الشيء كيعني باللي القصة بدات في زمن قيام الساعة في العالم ديال كلارنس وصحابو رجعوا للدار زربانين وخايفين من داكشي اللي غادي يوقع. كلارنس وقف عند الشباك وقال باللي حسن ليهم ما يخرجوش، وكان كيتسنى الام ديالو ترجع، ولكن جيف كان خايف وميقن باللي حتى شي حد ما غادي ينجو من هادشي اللي جاي. من بعد بدات السماء كتمطر الدم، وهذا المطار كان كيحرق اي نبات قاسو. من الساعه موراها بانت واحد العلامه غريبه في جبهه كلارنس وصحابو. هاد العلامه يا اما كتعني باللي هما اشخاص صالحين يا اما باللي ولاو تابعين للشياطين. مرات ساعتين المطار الدم باقي وام كلارنس مازال ما رجعات. في 12 ديال الليل جيف حاول يعيط للنجده ولكن ما جاوبو حتى شي واحد. في التلفازه طلع العمده ديال المدينه كيحذر الناس انهم ما يخرجوش، وقال باللي الناس اللي عندهم داك الرمز في جبهتهم هما مختارين يعني صالحين، اما اللي ما عندهمش هما الخطائين، فممنوع عليهم نهائيا يشوفوا في السماء. وقال باللي الارض صافي غادي تدخل في عصر جديد وما عمرها غادي ترجع كيف كانت. فجاه عاودوا سمعوا الصوت ديال البواق الثاني وطاح واحد النيزك كبير في المحيط الهادي ودار واحد الزلزال. جيف جمع الماكله اللي كاينه في الدار ديال كلارنس، ولكن كلارنس كان مسدود وما بغاش ياكل، باغي غير الام ديالو ترجع. مع 6 الصباح كلارنس وقف قدام المرايه وشاف الانعكاس ديالو كيتبدل وكانه شخص اخر، وهذه ماشي اول مره كيتخيل هذا الشيء. منين بداو الاحداث المطار ديال الدم حبس، ولكن كلارنس عارف باللي الرعب ما سالاش. فعلا عاودوا سمعوا صوت ديال الابواق للمره الثالثه وطاح واحد النيزك اخر كبر من الاول، والزلزال كان اقوى. جيف اكتشف باللي الماء اللي في الدار كلها ولا دم، وبغاو يخرجوا يقلبوا على شي حاجه، ولكن كلارنس رفض. وفي هذه اللحظه شي حد دق عليهم في الباب. قبل ما يحل الباب بان واحد الكود ديال كيو ار في الفيديو كيأدي لواحد الفيديو سري وسميتو فينك اسومو. كيبان فيه باباه كيقلب عليه بواحد السلاح وكاتب في الديسكريبشن ديالو خوتك كيتسناوك في الدار صومو. كلارنس حل الباب لقى بيرسي وكانت حتى هي عنده نفس الرمز ديالها في جبهته، ولكن نظراته كانت غريبه. بيرسي قال لكلارنس باللي والديه ماتوا حيت شافوا في السماء وهما ما عندهمش الرمز. بيرسي طلب من كلارنس يشوف في السماء، وملي شاف تصدم باللي لقى الام ديالو وتشاد ميتين بواحد الطريقه بشعه ومهرسين كاملين، حيت حتى هما شافوا في السماء وهما ماشي من المختارين. في الاخر بان واحد الكود سري اخر في الفيديو سميتو انا اسف يا كلارنس. كيبان فيها بيرسي كيشوف في السماء كانه كيتلقى الاوامر، وكان هز واحد الاداه حاده وكيبان باللي كان ناوي ادي كلارنس، وهو اللي سبب ليه هذاك الجرح اللي كان في كرشو في بدايه القصه. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو خليو معكم واحد اللايك وواحد سبسكرايب. تهلاو.